احلى كشري مصري بطريقه حلوه جدا، سهله وبسيطه وفي حله واحده. وتعالوا مع بعض نشوف الطريقه ايه. ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا داخلالكم كده بالبصل على طول، اكيد انتوا عرفتوا انا هعمل ايه النهارده. طبعا هنعمل مع بعض كشري مصري كله في حله واحده، وحاجه سهله وبسيطه، والمكونات اللي موجوده عندنا في البيت. اول حاجه طبعا عشان اعمل كشري بقطع شويه بصل على حسب الكميه اللي انت هتعمليها، يعني هتعملي كتير قليل كتري تقللي، مفيش مقادير يعني زي ما انت عايزه. انا هديكي الفكره وانت بقى تزودي تقللي براحتك. هقطع بقى الاول كده شويه بصل زي ما قلت لكم كده رفيعه، او ابشريها براحتك. انا الحقيقه بقطعها بالطريقه دي، يعني شرايح بالشكل ده بالسكينه، مش ببشرها الحقيقه. عندي طبعا مولعه على الزيت، وتعالوا معايا على طول دلوقتي على الزيت. طبعا عارفين اساس الكشري المصري بقى البصل، زي ما اتفقنا مع بعض كده هنعمل كشري مصري يعني في حله واحده زي ما اتفقنا. حتى عملت البصل بتاعي، واول حاجه بعملها قبل ما ابتدي اطبق الكشري بتاعي ان انا اقطع البصل. طب ليه بقى احمر البصل الاول؟ هقول لكم الفكره عشان ما حدش يغير يعني ايه النظام. بحمر البصل الاول عشان هشتغل من الزيت بتاعه، لان بعد ما احمر البصل باخد الزيت بقى بعمل منه الرز، بعمل منه الكشري كله، الصلصه والصلصه الحراقه والصلصه اللي بالخل. فنحمر البصل الاول. طبعا عندي هنا دلوقتي على البوتاجاز انا مولعه دلوقتي في حله صغيره، حاطه شويه عدس زي ما قلت لكم. انا بقول شويه مش بالكميات عشان يرجع لكم انتوا. شويه عدس بجبه يتسلق، بس ما حطيتش اي حاجه، ميه وعدس يتسلق. وهنا مولعه على حله ميه تانية علشان اسلق المكرونه. انا هسلق في حله واحده نص كيس من المكرونه الاسباجيتي اهو، نص كيس. انا مش عايزه كميه مكرونه، انا الحقيقه في رمضان بالذات مش بحب الاكل يقعد في التلاجة ويبقى فيه بواقي والكلام ده، فاحط نص كيس من المكرونه الاسباجيتي على نص كيس من المكرونه دي. الميه فيها ايه؟ ملح بس، مش حاطه فيها اي حاجه. ولعنا دلوقتي على المكرونه وعلى العدس بجبه، وهنا البصل بيتحمر معانا. خلاص هطلع بس اول بصل كده ونشوف المرحله اللي بعد كده ايه. حمرنا خلاص البصل بتاعنا كميه حلوه اهي. ممكن تحطي ورق المطبخ بقى وعلى طبق وتطلعي البصل بتاعك بيقرمش وبيبقى زي الفل. هنخرج بقى البصل كله، وتعالوا بقى نشتغل في الكشري بتاعنا ونطبقهم على بعض. بعد بقى ما خرجنا البصل بتاعنا، النار لسه والعه اهي. طبعا سلقنا المكرونه وصفناها وشطفناها من الميه. باخد معلقه رشه يعني مش كتير، بصوا حبه صغيرين من الزيت اللي عملت فيه اللي حمرت فيه البصل. طب ليه الحركه دي؟ عشان المكرونه بتاعتنا ما تقعدش تلزق في بعضها، وكمان يبقى لونها حلو. طبعا هحط ملح ولا فلفل ولا اي حاجه؟ لا، انا كنت مزوده ملح في ميه السليق بتاعه المكرونه. خلاص طبعا هي تفضل معاكم بقى بالشكل ده لحد ما نخلص نقفل الكشري على بعض. خلاص كده خلصنا من المكرونه، وسلقنا كمان العدس، وحمرنا البطاطس، حمرنا قصدي البصل. تعالوا بقى دلوقتي نعمل مع بعض نعمل الرز والشعريه. بقى كده معلقتين من الزيت اللي حمرت فيه برضو البصل بتاعنا، وهنزل بقى بكميه الشعريه زي ما اتفقنا، الكميه اللي انتوا عايزينها على حسب ايه الاسره عندكم كام واحد يعني. هحمر الشعريه الاول كده في الزيت الاول. نحمر بقى الشعريه بتاعتنا بس تاخد لون حلو، ما نعملهاش فاتحه عشان برضو تبقى حلوه كده في الكشري. طبعا ريحه البصل اللي اتحمرناه في الزيت عامل ريحه فظيعه، يعني اكنك عامله تقليه وانت اصلا بتحمريه في الشعريه. خلاص كده هننزل بكميه الرز عليها عشان يطلع مفلفل معانا الكشري، ما يطلعش يعني ماسك في بعضه. لازم التقليبه دي كويس قوي، تسخني الرز مع الشعريه كويس قوي، يعني تقلبيه كده لحد ايه ما يبطل شكشكه كده، يعني يبقى تشرب الميه اللي كانت في الرز قبل ما تحط الميه عليه. خلاص كده سخنا الرز كويس قوي قبل ما نحط له الميه. زمان كنت بعمل الكشري كنت احط له بقى هنا ايه في المرحله دي شويه كمون وشويه فلفل، اقول عشان طعمه يكون احسن، ومكعب مرق والكلام ده. الحقيقه كان طعمه بيختلف تماما كان عن اللي في الشارع، وولادي ما كانوش بيحبوه لاني كنت بزود له اضافات من عندي. هو احلى حاجه عشان يحسوا بالكشري اللي زي بره، بلاش نعمل اضافات كتير في الكشري عشان يحسوا ان هو زي الكشري اللي احنا بنجيبه من بره بالظبط. خلاص هحط الملح بس، مش هحط اي اضافات ولا كمون ولا اي حاجه على الرز، وهحط له بقى الميه بتاعته واسيبه يستوي. زي ما اتفقنا حطينا الملح بس، وهروح حاطه له الميه اهو كفايه قوي كده.
حتى الصلصه لما كنت اعملها كنت اسيبها تتسبك واظبطها قوي واحط لها. لا دلوقتي الصلصه لما جربتها للولاد بالطريقه ان الصلصه ما بتقعدش تغلي قوي لحد ما تتسبك. وتعالوا دلوقتي نعمل مع بعض الصلصه عشان كمان نشوفها مع بعض. الصلصه بقى اللي بالخل واللي بالطماطم واللي هي بالشطه، حاجات بسيطه جدا هي اللي بتخلي الطعم حلو مش كتر الاضافات. خلاص هغطي على الكشري بقى على الرز واسيبه يستوي وتعالى نعمل الصلصه مع بعض. خلاص كده بقى قطعنا كام فص توم على قد بقى الكميه اللي احنا عاملينها. وهاخد برده من الزيت اللي قلينا فيه البصل. طبعا هو لونه كده عشان حمرنا فيه البصل، يعني محدش يستغرب ان الزيت لونه فيه لون يعني من البصل طبعا. خلاص هنحمر بقى كده التوم بس ما نحمروش قوي. خليكم معايا وانتوا شوفوا هقول لكم يبقى لونه عامل ازاي. يا دوبك لونها هيبقى بصلي كده ونروح نازلين بطماطم بقى اللي ايه اللي هي فريش اللي بتعمليها وتحطها في الفريزر او طماطم فريش زي ما تحبي. خلاص دي كده عملنا الصلصه. بس اسيب بس تفك الاول شويه ونشوف هنحط لها توابل ايه. بعد ما حطينا كده الطماطم بتاع رشه كمون بسيطه وشويه رشه فلفل اسود واحط كمان رشه كزبره. وبحط بقى الملح اللي ايه اللي يعني زي ما انتوا عايزين، يعني الملح حسب انت بتحبي الملح بقى ايه كتير قليل براحتك. حط رشه من الملح كده. طبعا كل حاجه عليها ملح فخدي بالك يعني ما تكتريش في الصلصه عشان لما تيجي تحطي الصلصه على الكشري ما يبقاش حادق معاكي. ما يغليش بقى كتير قوي اكني بعمل تسبيكه محشي مثلا ولا بسبك لبسله ولا حاجه. لا هقول لك دلوقتي يا دوبك يغلي غلوه بسيطه كده مع الحاجات والتوابل اللي احنا حطيناها ديت غلوه بسيطه. ونعمل بقى شويه الشطه نشوف هنعملهم ازاي. نسيب بقى الصلصه تغلي بس شويه وتعالوا بقى نبص على الرز بالشعريه نشوف ايه اخباره. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بسم الله ما شاء الله حبايه بحبايتها ما شاء الله لاني ظبطه له الميه ولا حبايه لازقه بقى في الحله من تحت. عايزاكم بس تبصوا كده اول ما يغلي اهو بص الرز ولا حبايه تلاقيها لازقه في الحله من تحت. اول ما يغلي معاكي الرز اديله تقليبه صغيره ووطي عليه وميته تبقى مظبوطه زي ما انا حطيت كده اللي هي ما تبقاش لا كتيره ولا قليله. بص الرز مفرفر وجميل. طب هنعمل ايه بقى عليه؟ هنروح نجيب بقى المكرونه. ننزل بقى المكرونه اللي احنا بصوا ما شاء الله برده المكرونه شويه الزيت اللي حطيناها. طبعا لو ما كنتش حطيتي رشه الزيت اللي قلت لك عليها دي كان زمان المكرونه كلها شبطت في بعضها من اول ما ايه ما تصفيها وتسيبها بتلاقيها لزقت في بعضها كده. حطينا كده المكرونه. طبعا احنا اتفقنا ان الكشري في حله واحده وهنروح حاطين على بعد ما حطينا خلاص المكرونه هنروح نازلين بالعدس بتاعنا اللي سلقناه اهو. هنقلب بقى الكميه دي كلها مع بعضها كويس قوي ونسيبها على نار هاديه برده. ليه بقى؟ عشان يشربوا من بعض. خلاص بصوا اهي حله ما شاء الله. خدي بالك وانتي بتعملي لانه بيغش. يعني ممكن تقولي لا ده انا ازود شويه، لا الكميات صغيره شويه شويه بيعملوا ما شاء الله حله كبيره. انا عايزه بس ارجع لكم ورا شويه كده. شوفوا الحله ما شاء الله مش صغيره، حله كبيره معقوله قوي. خلاص هقلب بقى. يعني الحله اللي انا عاملاها دي تكفي اكتر من 5 تنفار، يعني مثلا ممكن تكفي 6 تنفار. خلاص اهي قلبي بقى ايه. عايزين نخلي الرز مع المكرونه والعدس كده نقلبه في بعض كويس. قلبت بقى الكميه بسم الله ما شاء الله مفيش حاجه اكتر من حاجه. يعني المكرونه بس العدس معرفش ليه لونه فاتح شويه فتايه مع الشعريه. بس ما شاء الله كل حاجه موجوده كده قد بعضها كده وما شاء الله مفيش حاجه اكتر من حاجه. وكله بقى على بعض. انا لسه مولعه النار هسيبهم بقى كده ايه على النار شويه يتشربوا كده مع بعض. وتعالوا نبص على الصلصه هنا جنبنا يا دوبك غليت كده ما تسيبهاش تتسبك عن كده. شيلي بقى الصلصه بتاعتك كده جاهزه عشان ما تبقاش تقيله قوي. في طاسه صغيره هحط برده شويه زيت كده صغيرين قوي وديت اللي هعمل منها اللي هي بقى الشطه. عايزينها تبقى حاجه مشطشطه بس خدوا بالكم بقى الحركه دي لو في اطفال هيكحوا منها قوي فخدوا بالكم يعني تبقوا فاتحين الشفاط وكده. بصوا شويه الشطه كده وبروح من الصلصه اللي انا بعد شويه شطه في الزيت دي بيخلي طعم الشطه يظهر قوي. ومن الصلصه اللي انا عاملاها اروح دلقه شويه عليها. انا طبعا ما سبتهاش تغلي شويه لانها فظيعه بصراحه. لما بتقعد بقى تغلي كده شويه بتبقى فظيعه ريحتها بتبقى مشطشطه قوي قوي. ودي شويه الشطه اللي هنعملهم. يبقى كده عملنا الصلصه وعملنا الشطه فاضل الخل بس. الخل حطيت فصين كده من الثوم الاول ياخدوا لون بس كده. دي دقه الخل يا دوبك ريحه الثوم تظهر مش لازم نحمره خالص. نروح نازلين بشويه من الخل يعني قيمه معلقتين خل كده. وبعدين نكمل بقى الكميه كلها كده ميه سخنه.
ديت الدقه اللي بتبقى عند بتوع الكشري. كده يبقى توم وخل وميه. هنحط بقى التوابل بتاعتنا، شويه فلفل اسود، على شويه ملح، على شويه من الكمون، وشويه كزبره ناشفه. وكده عملنا الدقه بتاعت الكشري بتاعنا. كده عملنا الثلاث صلصات، الحراقه والصلصه العاديه والصلصه اللي بالخل بس والميه بالخل دي. خلاص تعالوا بقى نغرف الكشري الحلو بتاعنا ونشوف شكله ايه بعد ما خلصنا. بسم الله بقى كده ونغرف الكشري بتاعنا الحلو ده. بعد ما غرفنا بقى الكشري بتاعنا الحلو ده بنروح نازلين شويه من العدس. احنا حطينا شويه في الرز وشويه بقى بنخليهم اللي هو ايه، نزين بيهم بقى الكشري او يبقوا زياده كده. شويه من العدس اللي بجيب ده كده عليهم اهو. طبعا في ناس بتسلق حمص، بس الحقيقه عندي في البيت مش بيحبوا الحمص عشان كده ما عملتش، بس براحتكم انتوا بقى. ممكن تسلقوا حمص وتحطوه بدل العدس اللي انا حاطاه ده اهو بالشكل ده كده. وهناخد بقى البصل بتاعنا الحلو المقرمش ده كمان اهو. بصوا ما شاء الله مقرمش قوي ازاي. حط شويه كده، شويه هنا كده. ودي طريقتي في الكشري. يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد، واللايك لو عجبكم الفيديو. شكرا ليكم، سلام عليكم.